اللي عمله إبراهيم عبد الجواد الزملكاوية في الاستوديو التحليلي مع أوسكار رئيس لجنة التحكيم، أكبر عقاب لكل كذاب ومضلل زي رئيس لجنة الحكام. حرفيا إبراهيم زانق بالحالات المتشابهة اللي فيها قرارات مختلفة ومطلع كذاب قدام مصر كلها، بحد ما خلى أوسكار بعد ما قال على كرة المصري وبيراميدز ضربة جزاء يرجع يقول مش هقول قرارا واستنى اجتمع باللجنة، وبعدها قاعد يستعرض الحالات لدقايق ويشرحها واحدة واحدة، وأوسكار ساكت خالص مش عارف يقول ايه. بعد اللي بيحصل في البرنامج ده أي حد ضلالي لسه بيدافع عن حاجة رئيس لجنة الحكام نفسه مش عارف يدافع عنها، يبقى عارف هو بيعمل ايه كويس جدا. كل سؤال سأله إبراهيم عن الفرق بين الحالات وهو مش عارف يرد عليه بيوضح كل شيء، ويوضح ان الدفاع عن الحالة دي قرار مسؤولين واضح جدا ملوش علاقة بالكورة، ده قرار إداري ليها خلفيات أصبحت واضحة.